أولًا مساء الخير، مساء الهنا، مساء السعادة، مساء الجمال. يتبقى على شهر رمضان يا جماعة 96 يوم، كل سنة وحضراتكم طيبين جميعًا. وزي ما اتعودنا يا جماعة هننزل عد تنازلي مع بعض لحد شهر رمضان 2026 إن شاء الله. إن شاء الله هنتكلم عن المسلسلات المغربية رمضان 2026. طبعًا في مسلسلات ظهرت معانا، وفي مسلسلات إن شاء الله هترجع بأجزاء تانية في رمضان 2026 إن شاء الله وده اللي هنعرفه معاكم دلوقتي. فقبل ما نروح نشوف يا جماعة أتمنى منك اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد في الدراما المغربية وجميع الدرامات العربية إن شاء الله رمضان 2026. نبدأ على بركة الله كده يا جماعة. أول مسلسل معانا يا جماعة مسلسل فطوم، مسلسل درامي اجتماعي من 30 حلقة للمخرج إدريس، يضم نخبة من النجوم الدراما المغربية ويعرض على قناة MBC. ده أول مسلسل معانا يا جماعة، مسلسل فطوم. المسلسل اللي بعد كده يا جماعة مسلسل أبطال الرمال، عمل درامي تاريخي عربي يعد الأول من نوعه الذي سيتم تصويره في المغرب لرمضان 2026 ويضم ممثلين من مختلف الدول العربية. تاني مسلسل أبطال الرمال معانا برضو إن شاء الله في رمضان 2026. المسلسل الثالث يا جماعة مسلسل الظل، مسلسل مكون من 10 حلقات يجمع بين التشويق والدراما الاجتماعية من إخراج نور الدين الخماري، ومن المتوقع عرضه على قناة الثانية 2M. طبعا مسلسل برضو معانا كوميدي ميسون، مسلسل كوميدي قصير من 4 حلقات من إنتاج القناة الأولى بهدف تقديم محتوى متنوع وخفيف. طبعا هنخش بقى على ايه الاجزاء التانية، المسلسلات اللي هترجع معانا باجزاء تانية ان شاء الله يا جماعة. مسلسل رحمة يعود المسلسل بجزء تاني على عرض مسلسل رحمة. طبعا هترجع بجزء تاني على قناة MBC 5. والمسلسل اللي بعد كده يا جماعة ان شاء الله معانا بجزء تاني بنات لالا، قد يشهد رمضان 2026 عرض الموسم الثالث من المسلسل. وطبعا معانا برضو مسلسل ولاد علي، من الممكن عرض الجزء الثاني من المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا إلا أنه لم يتم حسم موعد عرضه بشكل نهائي حتى الآن. آخر مسلسل يا جماعة مسلسل خوخة توت، من المتوقع عرض الجزء الثاني من هذا الست كوم الكوميدي الشهير الذي لقى نجاحا في الجزء الاول. طبعا دي المسلسلات اللي ظهرت معانا يا جماعه في رمضان 2026، وطبعا ان شاء الله هقدم لكم كل مسلسل بتفصيله ان شاء الله الايام الجايه دي ان شاء الله. اكون شاكر ليكم اخواتي المغاربه بلايك واشتراك ويشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن بعد اذن حضراتكم. بحبكم بالذات كتير. ويلا وكل سنة وحضراتكم طيبين، وربنا يجيب علينا رمضان بخير وسعادة إن شاء الله، لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله. يلا مع ألف سلامة.